السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. النهاردة كان في مباريات مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا. عندنا المباراة الأولى كانت ما بين ريال مدريد و نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. المباراة الأخرى كانت ما بين نادي الميلان الإيطالي ونادي نابولي. طيب، بالنسبة لمباراة نادي ريال مدريد وتشيلسي، عندنا انتهت بفوز نادي ريال مدريد 2 لا شيء. يمكن نادي ريال مدريد فرط في فوز كبير على نادي تشيلسي، كان ممكن يطلع بنتيجة أكبر من كده بكتير، كان ممكن الماتش ده يخلص 3 أو 4. ولكن نادي ريال مدريد فرط بسبب الرعونة اللي قدام المرمى من لاعبيه، وبأخص كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور. ابتدى نادي ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من كارباخال وميليتاو وألابا وكامافينجا. لعب بثلاثة في نص الملعب، تومي كروس ولوكا مودريتش وفالفيردي، واتنين تحت رأس حربة رودريجو وفينيسيوس جونيور، ورأس الحربة الصريح كريم بنزيما. اما نادي تشيلسي فابتدى المباراة في حراسة المرمى كيبا، أربعة في خط الظهر، جيمس وكوليبالي وفوفانا وتياجو سيلفا. ولعب ب أربعة في نص الملعب، كوفيتشي وإنزو وكانتي وتشيلويل. ولعب باتنين رؤوس حربة صراح، وهم رحيم ستيرلينج وجواو فيليكس. ابتدى المباراة عكس المتوقع. يمكن نادي تشيلسي ضغط نادي ريال مدريد في أول ربع ساعة، ولكن وضيع يمكن كورتين عن طريق يمكن كان في انفراد كامل لجواو فيليكس في أول المباراة، وقدر إنه يصدها كورتوا ويطلعها ضربة ركنية. ولكن من الدقيقة 21 ابتدى نادي ريال مدريد يدخل المباراة. في الدقيقة 21 كرة من ناحية اليمين لكارباخال يلعبها لوب باس داخل منطقة الجزاء لفينيسيوس جونيور اللي مندفع من الخلف للأمام، اللي يلمسها كده بسن الجزمة يصدها حارس مرمى تشيلسي كيبا، ترد لكريم بنزيما اللي يلاقي المرمى خالي ويحطها محرزا الهدف الاول لنادي ريال مدريد، ليتقدم نادي ريال مدريد على نادي تشيلسي في الشوط الاول بنتيجة 1 لا شيء. في الشوط الثاني لا جديد، ضغط من ريال مدريد. ففي الدقيقة 59 اتلعبت كرة طويلة لرودريجو اللي بينفرد تماما بكيبا، ولكن يدخل عليه شلويل اللي جاي من ناحية اليمين ويعرقله على حدود منطقة الجزاء، والحكم يطلع كارت احمر لشلويل ليلعب نادي تشيلسي ناقص لاعب من الدقيقة 59. في الدقيقة 74 الهدف الثاني لريال مدريد، كورة كورنر من ناحية الشمال، اتعملت بسرعة لفينيسيوس داخل منطقة الجزاء، اللي يلعبها لبره خارج منطقة الجزاء على قوس ال 18 لماركو اسينسيو البديل، اللي يحطها بشماله مرة واحدة على يمين الحارس في الزاوية الضيقة، محرزا الهدف الثاني لريال مدريد. وينتهي اللقاء بفوز نادي ريال مدريد 2 لا شيء. المباراة الأخرى النهاردة كانت ما بين نادي ميلان الإيطالي ونادي نابولي، وانتهت بفوز نادي ميلان بهدف لا شيء. الهدف أحرزه إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40. كورة كانت من ناحية اليمين، كانت هجمة مرتدة عن طريق إبراهيم دياز اللي يلعبها بالعرض أرضية لإسماعيل بن ناصر اللي يحطها من مرة واحدة على يمين الحارس، محرزا هدف اللقاء الوحيد
لنادي الميلان. امبارح كان في مباراتين في دور الثمانية، كانت ما بين المان سيتي والبايرن، والمباراة الأخرى كانت ما بين بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان. المباراة الأولى انتهى بفوز نادي المان سيتي بنتيجة 3-0 على نادي البايرن. طبعا نتيجة كبيرة جدا وغير متوقعة. عايزين نقول ان نادي البايرن هو اللي خرج نادي باريس سان جيرمان لما كسبوا ذهابا وإيابا، ولكن نادي المان سيتي يكشر عن أنيابه وقدر انه يفوز 3-0. جه الهدف الاول في الدقيقه 27. رودري استلم كوره على حدود منطقه الجزاء ويطلق صاروخ بشماله تروح في المقص اليمين على يمين الحارس، محرزا الهدف الاول لنادي المان سيتي. الهدف الثاني في الدقيقه 70. يمكن الهدف ده اتاخر كتير لان نادي مان سيتي تقريبا وان سايد جيم مع نادي البايرن. نادي البايرن ما جاش امبارح اللقاء. ايرلينج هالاند استلم كوره داخل منطقه الجزاء في الدقيقه 70 من ناحيه الشمال، اللي يلعبها عرضيه متقنه لبرناندو سيلفا اللي جاي منطلق من الخلف للامام، يلعبها براسه تاخد ايد الحارس كده وتدخل، محرزا الهدف الثاني لنادي المان سيتي. ثم يأتي الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق حامل الأختام والمرعب إيرلينج هالاند. في كرة كانت من ناحية اليمين يلعبها الفريز عرضية داخل منطقة الجزاء على راس برناندو سيلفا، ولكن يلعبها بالعرض تاني ايرلينج هالاند اللي ينزل على الارض كده ويحطها برجله، محرزا على يمين الحارس، محرزا الهدف الثالث ليفوز نادي المان سيتي على نادي البايرن بنتيجة 3-0. المباراة الأخرى كانت ما بين نادي بنفيكا الإيطالي ونادي الإنتر، وانتهت بفوز نادي الإنتر على بنفيكا البرتغالي 2-0. يعني كسبوا خارج ملعبهم 2-0 ليسهلوا المهمة في لقاء العودة. طيب احنا عارفين طبعا ان المواجهات بتاعه دور قبل النهائي، نص النهائي، دور الاربعه، هتبقى الكسبان من ريال مدريد مع تشيلسي هيقابل الكسبان من المان سيتي وبايرن ميونخ، والكسبان من نادي بنفيكا البرتغالي مع الانتر هيقابل الكسبان من الميلان ونابولي. طبعا كده يبقى في فريق ايطالي لازم هيبقى موجود في دور الاربعه اللي هو من مباراه الميلان والنابولي. طيب المتوقع ايه؟ متهيألي نادي ريال مدريد حط قدمه في دور قبل النهائي بفوزه 2-0 اليوم على نادي تشيلسي، والمان سيتي متهيألي طبعا ان هو خلص المباراه من مباراه الذهاب بفوزه 3-0. يعني احنا متوقع جدا ان احنا نشوف نادي ريال مدريد امام نادي المان سيتي في دور قبل النهائي من دوري ابطال اوروبا. انتر ايطالي متهيألي ان هو حط برضو قدم كبيره جدا في بالفوز على بنفيكا على ارضها وسط جمهورها، ولكن مباراه المعلقه هي ما بين نادي الميلان ونادي نابولي، لان نتيجه 1-0 مش مضمونه، خصوصا ان الفرقتين من ايطاليا. النهارده عندنا مباراه مهمه جدا في الدوري المصري. عندنا نادي حرس الحدود هيقابل نادي الزمالك في اسكندريه، ونادي الاسماعيلي مع نادي انبي، ونادي المقاولين مع النادي المصري في استاد المقاولين، والثلاث لقاءات بتقام في نفس التوقيت في تمام الساعه 9:15 بتوقيت القاهره. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده. نلقاكم في حلقه جديده من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.